مساء الخير. حبيت إن أنا أعمل الفيديو السريع ده علشان نشوف هنعمل الhomework إزاي، وكمان هنسلِّم الhomework إزاي، لإن أنا طبعًا محتاجة إنكم تسلِّموا لي الhomework ده بطريقة كده كلنا نتفق عليها، بطريقة standard يعني عشان ما يحصلش لخبطة، عشان أسجّل عندي إنه يعني كل طالب عمل الhomework اللي عليه والّا لأ، just to keep track وto report طبعًا ليكم وللparents بتوعكم، لإن عمل الhomework من عدمه بيكون مقياس بعد كده على أنت عملت الشغل اللي عليك والّا لأ، عشان لمّا نيجي نحاسب نفسنا ساعة الscore نبقى عارفين إحنا عملنا إيه وما عملناش إيه. لكن في نفس الوقت أنا مش المفروض إن أنا أصلّح لك الhomework. ليه؟ لإنه أولًا أنت كبير، كورس الfoundations ده يعني grade 10 أو 11 أو 12 it's a matter of months، يعني هي مسألة شهور لمّا هتاخد امتحان كبير ومصيري وبتحدد مصير حياتك من خلال امتحان قياسي قوي جدًا زي الACT أو الSAT. فكون إن أنت ما عندكش الاستعداد ولا القابلية ولا بتعرف إن أنت تصلّح الhomework لنفسك، ولو أنت ما بتعرفش إنك تطلّع الغلطات بتاعتك، الأخطاء بتاعتك، وتشوف الصح بتاعها وتقارن ما بينهم، يبقى أنت مش مؤهَّل أصلًا إنك تاخد الكورس ده، ولا هتبقى جاهز إنك تاخد الامتحان امتحان قوي زي الACT أو الSAT ولا كمان 10 سنين. يعني أنت لو ما عندكش استعداد إن أنت تصلّح الشغل بتاعك بنفسك والhomework بتاعك بنفسك، وإنك تقارن ما بين الأخطاء اللي عملتها والصح بتاعها علشان تتعلم، لو أنت ما عندكش استعداد إنك تتعلم من أخطائك، ولو أنت مستني حد سواء كان المدرس والّا غيره، والّا أنا باشوف ساعات طلبة بيقعّدوا أمهاتهم يقعدوا يصلحوا لهم الhomework مثلًا، أو بيجبروهم على ده لإن هم يعني أنا خلاص أنا عملت الhomework وما عنديش استعداد أقعد أصلّح لنفسي. على فكرة جزء كبير جدًا، جزء كبير جدًا ومكمل أساسي للي أنت عملته في الشغل بتاعك في الhomework، إن أنت تشوف غلطت فين، وتشوف الفرق بين الغلطة بتاعتك والanswer key الصح. يعني أنا مثلًا اخترت الإجابة A والanswer key بيقول لي الإجابة D. طب ما أنا لازم أشوف إيه الفرق بين الاتنين، أنت اللي لازم تعمل ده، وأنت اللي هتستفيد من ده، مش المدرس ولا اللي بيصلّح لك ولا اللي بيساعدك ولا هي فكرة إن أنت تروح تستنى إن assistant يصلّح لك ويدّي لك العلامة بتاعتك. فPlease طبعًا شوية اعتمادية على النفس please. عايزة أورّيكم كده إن هو من مبادئ الكورس بتاعنا، ودي دايمًا هتلاقوها موجودة في أول صفحة من الpacket اللي إحنا بنشتغل بيه. آمم إنه إحنا دلوقتي بنربّي يعني الطالب اللي هو عنده 5 مبادئ، خلاص؟ الطالب اللي عنده grit اللي هي الgrit والstamina القدرة على المثابرة، اللي هي إن أنت تفضل ورا الحاجة، إنّك تفضل ورا الحاجة. أنا عارفة إن أغلبكم مش عارفين يعني إيه مثابرة، بس المثابرة اللي هي الإصرار، الgrit، كلمة grit معناها إنّك تبقى مُصمِّم على الحاجة لحد ما تحققها. من الآخر يعني إنه مهما حصل إخفاقات أو مهما حصل فشل مثلًا أو مهما حلّيت غلط، you don't lose hope، أو you don't يعني إيه، بتصبر على الحاجة لحد ما تحققها. طاقتك مش اللي هو بتخلص بسرعة كده، مجرد إن أنا غلطت غلطتين وخلاص ماشي أنا عرفت خلاص أنا غلطت في كذا وجِبت 15 من 20 صح وخلاص، وتقوم قافل الورقة ويبقى أنا كده عملت اللي عليّا. لأ، لا يا حبيبي أنت كده ما عملتش اللي عليك طبعًا، وأنت كده بتضحك على نَفْسك و و وما ترجعش تشتكي إن أنت ما جِبتش الscore المطلوب وأنا ليه ما حققتش وأنا بقى لي ده أنا حالل 100 مليون امتحان. ما أنت حاللهم بس لم تتعلم من أخطائك. بتستنى إن المدرس بتاعك أو بتستنى إن مامتك أو أختك الكبيرة والّا أخوك الكبير، بتستنى إن حد يصلّح لك الأخطاء بتاعتك، بتستنى إن حد يأكّلك المعلومة بالمعلقة. مش هينفع، مش هينفع، أنت لن تتطوّر ومش هتتغيّر ومهاراتك مش هتعلى إلا لمّا تُقع في الغلط وأنت بنَفْسك اللي تشوف تصحيح الخطأ ده. علشان كده أنا متعمّدة إن الhomework يبقى self reliant، يبقى عندك self sufficiency وreliability. تمام. يبقى احنا هنا في الكورس ده بنربي الجريت والستامينا. الستامينا اللي هي النفس الطويل، ان القدره على الاستمرار لوقت طويل، القدره على التركيز لمده 3 4 ساعات ما عنديش مشكله انا مركز وبشتغل. دي بتيجي بالتمرين. طولة النفس دي زي تمارين الجري وزي تمارين السباحه وزي تمارين الرياضه. طولة النفس في التركيز والدراسه والحل بتيجي بالتمرين يا جماعه، زيها زي اي مهاره في الدنيا.
خلاص، بتيجي إن أنا بافشل 10 مرات وبانجح قصادهم مرتين، بس أنا بابقى مصمم إن أنا أكمّل لإن أنا عندي مثابرة، عندي مبادئ الgrit اللي هو الإصرار والمثابرة، عندي مبدأ الstamina أو أنا بانمّي الstamina اللي هو القدرة على الاستمرار، عندي self sufficiency وreliability أنا إنسان يُعتمد عليه، يعني أنت المفروض إنك إنسان يُعتمد عليه، ما تغشّش نَفْسك وما تغشّش الآخرين، ما تغشّش باباك ومامتك اللي تعبانين ويعني sorry بيطلع عينهم علشان يدّوا لك الدروس والكورسات دي، آمم أنت كده مش بتغش غير نَفْسك، لإن ده مستقبلك أنت وده شغلك أنت ودي أمانتك، دي الأمانة والنزاهة اللي هي الintegrity أهو ده المبدأ الخامس، والcredibility المصداقية اللي المفروض إن هي تبقى عندك. فبليز يا جماعة موضوع الhomework ده مهم جدًا، هو ده شغلك كله، هو ده الscore بتاعك، هو ده اللي بيحسّن المهارات عندك، هو ده اللي بيخلّيك هو ده الفرق بين الطالب اللي بيجيب score في الآخر والطالب اللي ما بيجيبش حاجة خالص، مع إنه بيدّي الانطباع للناس إن هو بيشتغل، لكن هو في الحقيقة ما بيتحسّنش، ليه؟ لإنه عمره ما اعتمد على نَفْسه، عمره ما قعد يدوّر ويبحث ورا الحاجة عشان يفهم الخطأ بتاعه جه منين. يا جماعة الامتحانات القياسية اللي هي الstandardized اللي هي زي الACT والSAT دي امتحانات trial and error بالدرجة الأولى. يعني إيه؟ يعني هي عبارة عن حاجة بنقعد نعملها ونكررها كتير أوي، practice كتير أوي، على أساس إن إحنا نغلط كتير أوي وبنتعلم من الخطأ بتاعنا trial and error وهي ما بتجيش غير كده، طبعًا يعني مهما اتشرح لك ومهما يعني هو ده دور الteacher يعني نقدر نقول إن دور الteacher في الcourse مثلًا 40% لكن أنت دورك ال60% الباقية. الteacher بيشرح لك مثلًا سواء كان أنا والّا غيري يعني، هيشرح لك المهارة أو الstrategy أو طريقة الحل مثلًا steps الحل أو المفروض تعمل إيه وما تعملش إيه، وهيعملها قدّامك في الحصة as a demo يعني بيورّي لك الطريقة مثلًا مرّة و2 و3 و4 و10 و50 وبعدين أنت اللي المفروض تروح بقى يعني بعد الحصة بتكرر الطريقة، هتلاقي نفسك الأول مش عارف تعملها، أول مرّة، تاني مرّة، المرّة ال10 ما ضبطتش، المرّة ال12 هتبتدي تضبط، بتلاقي نفسك تلات أرباع الكلمات أنت مش فاهمها، فتبتدي تروح يا إما تحاول تشغّل مهارة الguessing من الcontext اللي إحنا اتكلمنا عنها في أول حصة في الcourse تبتدي تفعّلها بقى أو تبتدي تطلّع معاني الكلمات أو تبتدي تقسّم وتقطّع الكلمة زي ما اتكلمنا إن هي الكلمة بيبقى ليها root وprefixes وsuffixes والحاجات اللي لسه يعني هنتكلم عنها أكتر في المستقبل. المهم يعني عشان ما أطوّلش عليكم please الhomework وتصحيح الhomework والتعلُّم من أخطاء الhomework ده مسؤوليتكم تمامًا، وده مش كسل منّي ولا تراخي ولا لأ، دي حاجة متعمّدة تمامًا إن الطالب هو اللي يدوّر ورا الأخطاء بتاعته وهو اللي يصلّحها. طيب نيجي للhomework بتاع الأسبوع ده اللي هي الحصة الأولى من course الfoundations إحنا خدنا حاجة اسمها الcontext clues فإحنا طبعًا زي ما أنتم شايفين الpacket بتاعتنا 72 صفحة، في ناس تخيّلت إن الpacket دي للcourse كلّه، لأ طبعًا، ده إحنا كل مرّة هنشتغل على packet زي اللي قدّامكم دي، بتبقى 70 صفحة، 50، 60 على حسب الدرس وعلى حسب التمارين اللي موجودة. إحنا حلّينا مع بعض قد ما حلّينا، المفروض الhomework بيبدأ من page 10 أنا نزّلت لكم ورقة على الجروب كده بالأرقام الصفحات وأرقام الأسئلة كمان، فإحنا عندنا page 10 كُلّه، عندنا page 11 برضه كل الأسئلة اللي فيه، كل دي أسئلة finding the meaning of a word من الcontext زي اللي بتيجي في الامتحان بالضبط، بس يمكن تبقى مختلفة شوية، أسهل شوية، أصعب شوية كده يعني. عندنا page 17 و18 و19 هنحل كل الأسئلة اللي فيهم زي ما أنتم شايفين. بعدين flash forward كده لpage 34 و35 أوكي، هنحل برضه السؤال اللي هو رقم 10 اللي هو السؤال اللي باقي لنا في 34 وبعدين من pages 35 لحد 38 هنحل كل الأسئلة اللي بتقابلنا الanswers كلها موجودة بالexplanations بعد كل exercise على أساس إنه زي ما قُلت لكم هتغلطوا هتحتاسوا، في كلمات هتُقف معاكم، في كلمات هتبقى رخمة ومش عارفين معناها، هنروح نطلّع معنى الكلمة أو we will try إن إحنا to guess the word which is better وبعدين نشوف الanswer explanations ونشوف الanswer الصح ونقارن الصح بالغلط عشان نشوف إحنا غلطنا فين، تمام؟ بعدين هننقل لpage 46 برضه نفس الحاجة، طبعًا زي ما أنتم شايفين هو حَل كتير أوي لإن هي الفكرة إن إحنا
بنقعد نحل كتير قوي لحد ما يبقى الحل بالنسبة لنا حاجة تلقائية أو أوتوماتيكية أو يعني حاجة بنعملها كده أوتوماتيك يعني. 46 هنحل 1 و 2 أهم السؤالين دول، ونفس الحاجة بالنسبة ل 47 في سؤال واحد هنا. 48 في سؤالين، وبعد كده 50 page 50 عندنا سؤالين برضو. 51 عندنا السؤال ده، ومن 53 من أول 53 لحد 59 هنحل كل الأسئلة اللي بتجيلنا، وطبعا كل الإجابات بتبقى بعد الأسئلة زي ما انتم شايفين. بعد حل الهومورك أو أثناء ما احنا بنحل الهومورك عندنا دلوقتي 2 assignments للword study للفوكابلري. احنا بنحفظ الفوكابلري بطريقه سبيشال شويه، ان احنا بنحفظ مثلا الكلمات اللي بتظهر كتير في امتحانات الاي سي تي والسات. بنحفظ الكلمات اللي ليها اكتر من معنى، اللي هي الكلمات اللي ليها second meanings، اللي هي الكلمه مثلا اللي احنا بنبقى دايما متعودين على معناها، مثلا زي مثلا كلمة account، زي ما شرحت لكم في الحصة معناها حساب مثلا على الفيسبوك أو على الإنستجرام، لكن الكلمة دي لما بتيجي في امتحانات ال ACT وغيرها بيبقى معناها to tell a story, to account, to explain. فأنا حابة إنكم تحفظوا الحاجات دي برضو، تشتغلوا عليها. نحفظ الفوكاب إزاي بقى؟ بنقعد نقراه كذا مرة هو والمعنى بتاعه لحد ما يعني يبتدي يبقى familiar لينا يعني. هي مش أحسن طريقة في الدنيا، بس يعني مجرد بس إنك تبقى عارف إن الكلمات دي يعني أكيد لما هتقراها مرة واثنين وثلاثة هتبقى عارف إن الكلمة دي على الأقل لما بتيجي في ال FAT آخد بالي إن هي مش هتبقى مستخدمة بالمعنى الدارج اللي أنا عارفه، لأ هيبقى ليها معنى مختلف شوية. أوكي؟ فإحنا دي المجموعة الأولى، وبعدين في كمان المجموعة الثانية. أنا باقترح إنه يعني الطالب المتوسط، بما إن إحنا بدأنا المدارس يعني ممكن نحفظ المجموعة الأولى دي لأن هي كمية ضخمة يعني، فممكن نحفظ المجموعة الأولى في خلال أسبوع مثلا 10 أيام، والمجموعة التانية نحفظها برضو خلال أسبوع أو 10 أيام. فهي دي قصة الهومورك بتاعنا، وهو ده هومورك السيشن الأولانية. ودايما بعد كل سيشن هتلاقوني بنزل ورقة كده مكتوبة مكتوب عليها ال pages وال numbers of questions، وخلاص احنا كده ده ديل بينا انه الهومورك ده مسؤوليتك، مسؤوليه اخلاقيه عليك، هو اللي بيحسنك، هو اللي بيزود السكور بتاعك، هو اللي بيحسن من المهارات بتاعتك، especially التعلم من الخطأ، especially ان انت تقارن ما بين الاجابه الصح والغلط. فبليز بليز بليز خلوا عندكم جريد، ربوا او اعملوا development او تقويه للستامينا بتاعتكم. لازم يبقى عندكم self sufficiency، اعتماد على النفس، reliability وcredibility، ان انت تبقى شخص يعتمد عليه وليك مصداقية، وكمان تبقى شخص امين، يبقى عندك integrity، تبقى امين مع نفسك وامين مع الاخرين كمان، لان دي مسؤولية. اوكي، دي مسؤولية عليك لازم انت اللي تشيلها. يعني this is a responsibility that you and only you will have to shoulder in order to improve yourself. Thank you، وإن شاء الله أشوفكم السيشن الجاية.